ازيك يا صديقي؟ مبدئيا كده صلي على سيدنا محمد وادعي لاخواتنا وما تنساش تحط اللايك والاشتراك ويلا بينا. كيف يفوز الزمالك ببطولة الدوري الموسم القادم؟ السؤال اللي يعني حير جماهير الزمالك بعد تدعيمات الاهلي وبعد ما بيراميدز جاب ايفرتون دا سيلفا، فالجماهير ابتدت تقلق. فتعال النهارده اقول لك ازاي الزمالك يقدر ياخد مركز، لو مش اول ياخد تاني، يأهله لدوري ابطال افريقيا. فتعالوا الأول نشوف إيه صفقات الزمالك عملها. مبدئيًا كده الزمالك كان جاب مهدي سليمان من الاتحاد السكندري، كان جاب أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، كان جاب شيكو بنزا، كان جاب آدم كايد، كان جاب أحدث الصفقات بقى هي محمد إسماعيل قلب دفاع زد. ولكن الزمالك برضه مش معنى كده إنه اكتفى خلاص من اللعيبة، لأ، إن الزمالك على فكرة لسه محتاج كمان صفقات. فتعالوا النهارده أرشح نادي الزمالك لعيبة مهمة جدًا هتفيده وبسعر مش كتير خالص، وهتفيده جدًا الموسم القادم. مبدئيًا كده الزمالك عنده ضعف شوية في مركز الباك اليمين، عمر جابر ما لوش بديل خالص في الفريق. فأنا من وجهة نظري بدل ما تجيب أحمد عيد ويقول لك مليون يورو، كتير أوي الصراحة على لعيب مصري، ففي بدايل أحسن. في إيه مثلًا؟ في كريم العراقي، لعيب يعني أعتقد أنتم عارفينه من ساعات منتخب مصر الأولمبي 2019. لكن كريم العراقي الموسم اللي فات كان عامل موسم كويس جدًا مع المصري، لعيب ما شاء الله عليه سريع، لعيب ما شاء الله باك هجومي كويس جدًا، بيدافع بشكل حلو. وهيفيد الزمالك جدًا لو جابه، مش هيبقى بسعر غالي أوي يعني زي مثلًا أحمد عيد، ممكن الزمالك يفنّش فيه أو يخلّص فيه مثلًا 30.000.000 25.000.000. فده خلصنا من مشكلة الباك اليمين. تعالوا بقى للمشكلة الأبرز في نادي الزمالك وهي مركز 6، مركز المُحيّر اللي ما فيهوش غير دونجا وبيجيده ساعات محمد شحاتة. وهنا بقى أنا جاي أقول لك إيه البدايل الكويسة جدًا اللي ممكن الزمالك يفنّش معاها في مركز دونجا. مبدئيًا كده عندك محمود حميدة. محمود حمادة كان بيلعب قبل كده في منتخب مصر، لعب في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وكان بيلعب مع المصري ولسه بيلعب مع المصري. اللعيب اللي كان الناس انتقدته في أفريقيا، لكن هو يا جدعان لعيب كبير أوي، وكان نازل في ظروف صعبة، وهو أصلًا لعيب كويس، لعيب شويط، لعيب بيعرف يباصي بشكل كويس، بيعرف يطلع بالكورة، لعيب كورته حلوة يعني، وهيفيد على فكرة نادي الزمالك جدًا لو جه. وفي برضه صفقة تانية أعتقد قبل كده الزمالك كان بيتفاوض معاه، هو غنام محمد. غنام محمد من فيوتشر، الزمالك لو عرض عليه ما أعتقدش إنه هيمانع خالص، لكن ما أعرفش ممكن يعني يبقى أغلى شوية من محمود حمادة، ممكن يطلبوا فيه مثلًا 30، 35، 40.000.000. وأنا شايف لو فنّشت مع حد من دول يبقى أنت عملت صفقة جامدة. وفي بقى اللعيب المصري عمر فايد، أعتقد أنتم عارفينه لعيب كويس جدًا، كان لعب مع منتخب مصر، كان عمل أداء ممتاز على فكرة في بطولة الأولمبياد اللي فاتت. هو بس عيبه حاجة واحدة بس، إنه بدنيًا مش أحسن حاجة بالذات في جانب السرعة وكده يعني، بس ممكن يتطور يعني مع نادي الزمالك. فلعيب صغير في السن، اللعيب هيفيد جدًا الزمالك لو عايز يبني. فأنا شايف عمر فايد هيبقى صفقة كويسة جدًا، خصوصًا لو فريق جابه إعارة، عشان لو فاض في نربخشة مرة واحدة يعني المبلغ هيكون عالي بس ممكن الزمالك يستفيد بيه جدًا، ممكن يشتريه، ممكن عادي ما يحصلش نصيب والزمالك يسيبه. فدي بالنسبة لي دي الحاجات، المراكز اللي فيها ثغرات شوية، مع إن الزمالك جاب محمد إسماعيل بس برضه لازم تدعّم أكتر. وبس، دي كانت الصفقات اللي نادي الزمالك محتاج يعملها من وجهة نظري يعني. وتعالَ دلوقتي أقول لك إيه هو التشكيل الأمثل لنادي الزمالك في الموسم الجديد. في حراسة المرمى المهدي سليمان، 4 في خط الدفاع، من اليمين عمر جابر، 2 قلوب دفاع محمد إسماعيل وحسام عبد المجيد، وباك الشمال بنتايج، نُص الملعب محمد شحاتة، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، خط الهجوم جناح يمين أحمد شريف، جناح شمال آدم كايد، وراس الحربة ناصر منسي. بالنسبة لي التشكيلة الأمثل اللي ممكن الزمالك يبدأ بيها. ممكن يبقى في ماتشات مثلًا يبدأ بعمرو ناصر وبس. أنا شايف إن دي حاجات المفروض الزمالك يعملها، والزمالك لازم في أول الموسم إنه ما يفقدش نُقط لازم. لسه المواجهات القوية مع الأهلي وبيراميدز لسه يعني في الجولة التاسعة مع الأهلي، وفي الجولة ال20 مع بيراميدز. فأنا شايف إن الزمالك يستغل المباريات كده اللي في النُص دي، يحاول يلقّط منها نقط بشكل كويس جدًا، يحاول ما يفقدش نقط بشكل متكرر، ويستغل برضه إن الأهلي وبيراميدز مشتتين في كذا بطولة. يعني الأهلي مشتت مثلًا في الدوري، أفريقيا، كاس، كده، فاهم؟ فبرضه بيراميدز مشتت في intercontinental ونفس الكلام زي الأهلي. وبس دي كانت نهاية الحلقة.
أتمنى تكون عجبتكم، ودي بالنسبة لي إيه اللي المفروض الزمالك يعمله لو عايز ياخد مركز يأهّله لأفريقيا أو يكسب الدوري الموسم القادم. وبس قُل رأيك في التعليقات، وقُل برضه إيه اللي الزمالك المفروض يعمله، وشاركنا برأيك، وسلام.